بعد اختفاء آدم بشهور، ظهرت اللوحة تاني في معرض فني في الإسكندرية. المعرض كله كان عن الوجوه الغامضة في الفن. شافتها ليلى، فنانة شابة بتحب الرسم الواقعي، وشعرت بجاذبية غريبة ناحية اللوحة. كانت البنت المرسومة جميلة، بس عينيها فيها حزن واقعي جدا، وحست إنها لازم تشتريها. رجعت بيها البيت وعلقتها في غرفة الرسم. في أول ليلة قعدت ترسم مقابل اللوحة، وفجأة شافت إن عين البنت المرسومة بدأت تلمع زي انعكاس ضوء. بس الغريب إن مفيش أي مصدر نور حوالين اللوحة. قربت منها ولقت العين فيها انعكاس وجهها هي، يعني البنت في اللوحة شايفاها. الصبح صحت تلاقي لوحة جديدة كانت شغالة عليها. الوش اللي كانت بترسمه اتغير، بقى نفس وش البنت اللي في اللوحة، بس دلوقتي عندها عين تالتة في النص. ومن وقتها بدأت ليلى تشوف حاجات مش موجودة: وشوش في المرايات، ظلال بتتحرك في الزوايا، وصوت خافت بيقولها: انتي شفتينا، لازم نرسمك. بعد 3 أيام الجيران شموا ريحة دهان جديدة طالعة من شقتها، ولما كسروا الباب ملقوش ليلى. بس اللوحة اتغيرت، بقى فيها بنت بعين تالتة ماسكة فرشة رسم وشبهها تماماً.